ليه بقينا نشوف في العيادات حالات ADHD كتير بيتشخصوا وهم كبار في العشرينات أو التلاتينات أو حتى الخمسينات، مع إن المعروف إن ال ADHD اضطراب بيظهر في سن الطفولة؟ خليني أحكي لكم قصة. مدير تنفيذي ناجح جدا شركته بتكبر كل سنة جالي العيادة بيشتكي إنه مش قادر يركز في الاجتماعات، بينسى تفاصيل مهمة ومخه دايما مشغول حتى وهو ساكت. قال لي جملة عمري ما انساها: أنا بحس إن دماغي فيها 10 نوافذ مفتوحة في وقت واحد ومش قادر أقفل ولا واحد. لما رجعنا بالتاريخ المرضي اكتشفنا إن الأعراض دي كانت معاه من زمان. كان بيتشتت في المدرسة بس محدش كان واخد باله، كان بيرجع من المدرسة يذاكر لوحده ويعتمد على ذكائه علشان يعوض التشتت في المدرسة. ذكائه العالي ساعده زمان، بس لما كبر الضغط زاد والكم المطلوب من التنظيم والتركيز بقى أكبر من طاقته. ولما قدر يفهم طبيعة الاضطراب وإزاي عقله بيشتغل قدر ينجح في تنظيم مستوى الطاقة والتركيز والمشاعر عنده. بعض الحالات بتحتاج أدوية وبعضها بيكتفي بالعلاج المعرفي السلوكي أو الإرشاد النفسي. ال ADHD مش حكم، هو مجرد نظام تشغيل مختلف. لو حاسس إن جزء من القصة دي عندك يمكن تكون دي قصتك.